الوجع اللي انت بتمر بيه حاليا مصيره هيخلص وهيجي غيره، والحاجة اللي مفرحاك مصيرها برضو تخلص وهيجي غيرها. هي دي الدنيا. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. اللي هيقوم ويسند في كل التغيرات دي هو الصبر الجميل، اللي مش هيجي غير بمعرفة ربنا بجد. معرفة مش فكرة عبادات وحسنات، معرفة بالوصل المستمر بالذكر والفكر. وقتها بتتبدل المعاني وبيتغير منظورنا لكل حاجة في الدنيا، فبنعيش بحقيقة معاني الأمل بجد واليقين بجد والتفويض بجد. ساعتها مشاعرنا وأوجاعنا وهمومنا بتتحاور بلطف ربنا، وبنستشعر معاني بتعوضنا عن كل نقص وكل قلق. وهي دي السكينة والبركة والتوفيق. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإسلام يعني التسليم اللي هيوصل للسلام. هو ده الطريق. غير كده بنعيش في سجن الدنيا مخنوقين من كتر الضغوط. قال تعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الوقت كده كده هيعدي، وللدنيا فلسفة وربنا مدينا كتالوجها اللي بيه هنعرف نعيش. كنت أظنها أياما وتمضي، فإذا بها كانت حياتي. دمتم بخير.